بعد ظهور كوكتيل من قنوات الدراما على النايل سات كنت حابب اعمل معاكم فيديو على سبيل التوضيح والتأكيد، وزي ما احنا موعدينكم على كل ما هو جديد. صباحكم فل ومساكم احلى مع محمد حسن اتش دي، وفيديو النهارده للتوضيح بعد ظهور عدد كبير من قنوات الدراما على النايل سات. كنت حابب اكون معاكم بفيديو لتوضيح كل القنوات اللي تم انطلاقها مؤخرا وتردداتها. اخبط اللايك المتين ويلا نبدأ. وبعد ما رجعنا معاكم عشان نتكلم بتفاصيل اكتر لاهم قنوات الدراما اللي تم انطلاقها مؤخرا على النايل سات، كنت حابب اكون معاكم بفيديو لتوضيح اهم الترددات والقنوات اللي تم انطلاقها على النايل سات. ودايما بتذكر حضراتكم ان فيديوهاتنا عباره عن فيديوهات توضيحيه تعريفيه في كل ما هو جديد وحصري، ومثل هذه القنوات ما بتدومش كتير على النايل سات، فتابعونا عشان يجيلكم كل ما هو جديد. ومن دقايق قليله تم انطلاق قناه دراما ميكس، والشاشه الوان حتى اللحظه اللي بنصور فيها الفيديو مع حضراتكم، وظهرت القناه على تردد 10873 فيرتيكال 27500، ونقدر نحط التردد ده ايضا من الترددات الاكثر تغييرا للقنوات على النايل سات. وعندنا التردد رقم 2 اللي موجود معانا، وهو ايضا من الترددات الاكثر تغييرا للقنوات بعد ظهور عدد كبير من قنوات الدراما عليه، وهو 10815 هوريزونتال 27500. ويفضل البحث على التردد ده من وقت للتاني للتغيير المستمر من قنوات على التردد ده. والتردد رقم 3 اللي موجود معانا وهو 12562 فيرتيكال 27500، هو ايضا من الترددات الاكثر تغييرا. والتردد رقم 4 اللي موجود معانا، ولو لسه ما اديتش لايك للفيديو تقدر تعمل لايك وشير عشان يشوفوه عدد كتير من الناس، هيكون التردد 11678 فيرتيكال 27500، وهو ايضا من الترددات الاكثر تغييرا للقنوات. فكنت عامل معاكم الفيديو على سبيل التوضيح والتأكيد. كان معكم منشئ المحتوى الاول في عالم الترددات والقنوات على نايل سات.